وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وحزب الله يسيب سلاحه. جاهز تسمع؟ خليني أقول لك اللي حصل في جنوب لبنان وكان إيه الوضع على الأرض. الخريطة اللي قدامك بتقول لك الحدود الإسرائيلية اللبنانية قبل ما إسرائيل تدخل جنوب لبنان، تمام؟ خليك فاكر الخريطة دي كويس علشان هنرجع لها تاني. هتلاقي إن كل أراضي جنوب لبنان كانت محررة ما عدا مزارع شبع اللي أنا عامل عليها دايرة حمراء، وكمان تلال كفر شوبة وقرية الغدر. وفضل الوضع متوتر شوية لحد 2006 ما حصل في النص عملية خطف الجندي الإسرائيلي. طب والوطنية اللي قتلك دلوقتي يا حزب الله راحت فين؟ قال لك مش قادر. طب والتحرير؟ قال لك والله منمل شوية مش هقدر. لما إسرائيل ضربت قطاع غزة بعد يوم 7 أكتوبر 2023 فضل الوضع في جنوب لبنان عادي جدا لحد ما حزب الله قرر يتدخل في 2024، بس مش علشان يحرر الأراضي اللبنانية خالص، علشان يفك الضغط على قطاع غزة زي ما أمرته إيران والمرشد الإيراني في عملية اسمها جبهة الإسناد، اللي هدفها زي ما قلت لك فك الضغط على قطاع غزة وسحب قوات إسرائيل لجنوب لبنان. خد بالك إن مفيش حاجة رسمية بتقول إن إيران هي اللي أمرت حزب الله إنه يفتح حاجة اسمها جبهة الإسناد، بس لما يتقتل قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان مع حسن نصر الله يبقى الدليل واضح، خصوصا أصلا إنه ما كانش هدف فتح جبهة الإسناد تحرير مزارع شبع الأراضي اللبنانية إطلاقا مطلقا. الفكرة إنه حزب الله لما فتح حاجة اسمها جبهة الإسناد كان الهدف بتاعه إنه يسحب القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان. والله زي ما بقول لك كده، وده اللي قاله الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله اللي قتلته إسرائيل. راحت إسرائيل ضربة جنوب لبنان تاني واحتلت جزء تاني منه، وانسحب حزب الله من المنطقة اللي أنا معلم عليها بالأحمر دي لشمال النهر الليطاني. ولما حصلت الحرب الأخيرة الإيرانية راح حزب الله ضارب إسرائيل، أكيد بقى المرة دي عشان يحرر جنوب لبنان؟ لا والله، ده علشان يساعد إيران. راحت إسرائيل بعد ما كانت مخلية حزب الله يسيب جنوب لبنان ويروح للشمال الليطاني راحت مخرجة الشعب كله، هي لسه هتقعد تنقي؟ طيب أنت علشان تساعد إيران تضيع بلدك؟ كل ده طبعا أنت فاكر إن الدولة اللبنانية كانت موافقة عليه، بس أحب أقول لك إنه لأ، ما كانتش موافقة. كانت الدولة اللبنانية عندها مشاكل وعاوزة تبني بلدها. بعد ما الحرب دي دمرت جنوب لبنان حصل الاتفاق بتاع وقف إطلاق النار امبارح، بس الخريطة ما اتغيرتش ولبنان ما استعادش أرضه. دي بقت الخريطة، واللون الأزرق هي الأراضي اللي أخدتها إسرائيل من لبنان. في المفاوضات الأخيرة اللي حصلت في أمريكا ما بين لبنان وإسرائيل لأول مرة الدولة اللبنانية تتفاوض مباشرة مع العدو الإسرائيلي على مصلحة لبنان. اتفقوا مبدئيا على وقف الحرب وإنه إسرائيل تفضل في المنطقة الزرقاء دي لحد ما حزب الله يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، وحق إسرائيل في إنها تضرب جنوب لبنان لو حزب الله عمل أي تحرك. الفكرة بقى إنه حزب الله مش هيعمل كده بسهولة، بس المهم إن الحرب وقفت على شعب لبنان. اكتب لي في الكومنتات حزب الله هيسلم سلاحه للدولة اللبنانية ويثبت لأول مرة إن ولاؤه للدولة اللبنانية ولا لأ. مش قلت لك تتابعني علشان أقول لك اللي بيحصل حواليك ببساطة؟